مساء الخير. النهاردة هنغوص سوا في كتاب قيم جدا من القرن العاشر الميلادي، تهذيب الأخلاق لابن مسكوي. أهلا بيكي. فعلا الكتاب ده يعتبر كنز حقيقي. هو بيقدم رؤية عميقة قوي عن النفس البشرية وإزاي ممكن نوصل للسعادة عن طريق تحسين أخلاقنا. جاهزين لرحلة استكشاف للنفس دي؟ أكيد. الكتاب ده فعلا زي ما قلتي بيعتبر خريطة طريق لفهم الذات. ابن مسكوي بيشوف إن مفتاح السعادة هو تحقيق التوازن جوانا. التوازن. وده بيبدأ بمعرفة إيه القوة اللي جوانا دي اللي بتحركنا. هو بيعتبر إن دي أول خطوة عشان نعرف نوجه أفعالنا للخير بسهولة كده ومن غير تكلف. فكرة حلوة قوي إن البداية من جوانا. طيب خلينا نفكك الموضوع ده. إيه هي بقى قوى النفس الأساسية اللي بيتكلم عنها؟ بصي، هو قسمهم 3 قوى أساسية موجودة في أي إنسان. تمام. الأولى هي القوة الناطقة، ودي ببساطة كده قدرتنا على التفكير والتمييز وفهم الأمور، العقل يعني. العقل. أوكي. القوة التانية هي القوة الغضبية، ودي مهم نفهمها صح. هي مش بس الغضب بمعنى العصبية، لا. مش بس الغضب السلبي. بالظبط. دي كمان مصدر الشجاعة والإقدام والطموح ورغبتنا في إثبات نفسنا كده، مكانها في القلب زي ما بيقولوا. تمام، يعني الدافع والحماس. والقوة الثالثة؟ التالتة بقى هي القوة الشهوانية، ودي طبعا المتعلقة بالرغبات الأساسية بتاعتنا زي الأكل والشرب وباقي الملذات الجسدية وكده، ومكانها الكبد حسب تصورهم وقتها. أوكي. يبقى عندنا العقل والدافع أو الحماس ده والرغبة. ده تقسيم حاساه منطقي جدا للقوى اللي جوانا دي. طب إزاي بقى بنتعامل معاهم بشكل إيجابي؟ لكل قوة من دول فضيلة معينة. بالظبط كده، هو ده اللي ابن الموضوع. فضيلة القوة الناطقة اللي هي العقل هي الحكمة والمعرفة، إن الواحد يبقى فاهم وعارف الصح من الغلط. الحكمة. جميل. وفضيلة القوة الغضبية بتاعت الحماس دي هي الشجاعة، بس مش أي شجاعة، الشجاعة المحسوبة، الإقدام المدروس. تمام، الشجاعة المنضبطة. أيوة. وفضيلة القوة الشهوانية الرغبة هي العفة، اللي هي ببساطة القدرة على ضبط النفس والتحكم في الرغبات دي، مش إنها اللي تتحكم فينا. حكمة وشجاعة وعفة. تصور جميل جدا. طيب لو الثلاث فضائل دول اتحققوا، لو الواحد بقى حكيم وشجاع وعفيف، ايه النتيجة؟ في حاجة بتجمعهم؟ طبعا. لما القوة التلاتة دي تشتغل بانسجام وتوازن، والأهم إن العقل هو اللي يكون القائد، هو اللي بينظم العملية كلها. العقل هو اللي يقود. بالظبط. هنا بنوصل للفضيلة الرابعة والأهم في منظومة ابن مسكوية كلها: العدالة. العدالة. بس هنا العدالة مش بس بمعنى العدل مع الناس بره، لا. الأهم عنده هو العدل الداخلي، العدل جوه النفس. عدل داخلي؟ ازاي يعني إن كل قوة من التلاتة تاخد حقها وتأدي دورها المطلوب بالظبط، من غير ما قوة تيجي على حساب التانية، من غير ما الشهوة تطغى أو الغضب يسيطر أو حتى العقل يتطرف ويعمل باقي الجوانب. كلهم بيشتغلوا مع بعض في تناغم تام. الله، مفهوم العدالة الداخلية ده فعلا لافت للنظر قوي. التوازن والهارموني جوانا هو ده أساس العدل. طيب وهنا بقى النقطة اللي أعتقد كانت تعتبر ثورية شوية وقتها. ابن مسكوية ما كانش شايف إن الأخلاق دي حاجة ثابتة مولودين بيها وخلاص، صح؟ تماماً. ودي فعلاً من أهم وأجمل أفكار الكتاب. هو بيرفض بشدة فكرة إن الإنسان خير بطبعه أو شرير بطبعه، وإن الموضوع ده ثابت ومفيش تغيير. بيرفض الفكرة دي؟ أيوة. بيأكد إن الأخلاق ممكن تتغير وتتهذب وتتحسن زي أي مهارة بنتعلمها ونكتسبها. هو بيستخدم تشبيه جميل قوي. إيه هو؟ بيقول إن تهذيب الأخلاق ده زي ترويض الحيوانات الجامحة، محتاج صبر وممارسة وتدريب ومجاهدة للنفس. عشان كده بيعتبر الأخلاق صناعة، حاجة بنصنعها ونشكلها بإرادتنا. فكرة إن الأخلاق صناعة دي وإننا نقدر نشتغل عليها ونحسنها دي بحد ذاتها بتدي أمل كبير قوي. طيب كل المجهود ده في تهذيب النفس وتحقيق الفضائل دي، إيه الهدف النهائي اللي كان ابن مسكوية شايفه؟ إيه الغاية من كل ده؟ الهدف الأسمى والأعلى هو السعادة. مش أي سعادة طبعا، لكن السعادة الحقيقية اللي بتيجي من إن الإنسان يحقق الكمال الخاص بيه، كمال الطبيعة الإنسانية بتاعته. والكمال ده إيه في رأيه؟ الكمال ده في رأيه بيتحقق بشكل أساسي عن طريق استخدام القوة المميزة للإنسان، اللي هي القوة العاقلة. استخدام التفكير والتأمل والتعقل للوصول للحكمة والمعرفة الحقيقية. تمام. وطبعا ده بيحصل إمتى؟ لما تكون القوة التانية اللي هي الشجاعة والعفة في حالة توازن ومساندة للعقل.
يعني بيخدموا الهدف ده، مش بيعطلوه أو يشدوه في اتجاهات تانية. يعني السعادة مرتبطة باستخدام العقل بشكل أساسي مع توازن باقي القوى. بالظبط. والسعادة دي كمان مش مجرد حالة روحانية منعزلة عن الدنيا، لأ، هي بتشمل كمان القدرة على تدبير أمور الحياة بشكل كويس ومعتدل ومتوازن، يعني سعادة متكاملة. فهمت. يعني رحلة تهذيب الأخلاق دي مش مجرد تمرين روحي نظري، دي تعتبر طريق عملي عشان نعيش حياة أفضل وأسعد وأكثر توازناً في كل جوانبها. بالظبط كده. دي الخلاصة اللي ممكن فعلا نطلع بيها من استكشافنا السريع لأفكار ابن مسكوري العميقة دي، إن فهمنا للقوى الثلاثة اللي جوانا، العقل والدوافع أو الحماس والرغبات، وسعينا الواعي المستمر لتحقيق التوازن بينهم تحت قيادة العقل، هو ده الطريق عشان نوصل للفضائل الأربعة: الحكمة والشجاعة والعفة، وبالتالي العدالة الداخلية، ومن خلالهم للسعادة الحقيقية. أيوة، السعادة الحقيقية المستدامة اللي كلنا بنسعى ليها بشكل أو بآخر. الكلام ده فعلا بيخلينا نفكر، لو كل واحد فينا بص جواه دلوقتي كده بصراحة ومن غير مجاملة للنفس، يا ترى أنهي قوة من القوى الثلاثة دي؟ التفكير والحكمة، ولا الحماس والشجاعة ومواجهة التحديات، ولا الرغبة وضبط النفس؟ أنهي واحدة ممكن تكون محتاجة مننا شوية اهتمام زيادة، أو يمكن تعديل مسار عشان نوصل لتوازن داخلي أفضل في حياتنا؟ سؤال مهم جدا، ويستحق فعلا إن كل واحد يقف عنده ويفكر فيه. سؤال فعلا يستحق وقفة تأمل.